مساء الخير، مساء النور لكل متابعين ومتابعات زهرة فردوس. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نعطيكم الطريقة ديالي الخاصة باش كنحضر الكيك اليومي اللي كيكون ناجح مليون في المية. كيف ما شفتوا في البداية كيجي رائع جدا، كيجي راقي، كيجي مرتفع الحجم ديالو بطريقة سهلة ومبسطة، وحتى المقادير بساط. ما ننساش نفكركم انكم تشتركوا في القناة، تفعلوا زر الجرس باش دائما توصلوا بالجديد، ديروا اعجاب الفيديو وتبارطاجيو القناة عند الاهل ديالكم والاصدقاء. هذه هي الطريقة باش تقدروا تعاونوني، والله يجازيكم بخير. نبداو على بركة الله ونقولوا بسم الله. المقادير: غادي نحتاجوا 4 ديال البيضات اللي يكونوا بحجم كبير. انا كنت حاطه 4 البيضات بحجم كبير، ولكن ولدي ريان جا هرس لي بيضه في اسبانيا فبقى فيها غير صفر، فيعني زدت واحد البيضه صغيره. غادي نحتاج واحد الكاس لاروب ديال السنيده، واحد شويه ديال الملحه اللي درتها في اسبانيا، وعندي واحد يعني ساشي ديال فاني. غادي نحاول نطلع الخليط مزيان بهذه الطريقه. هذه سر من بين الاسرار اللي كنعتمد. غادي نقول الاخوات المبتدئات اي حاجه باش ينجح لكم الكيك ديالكم، غير تبعوا هاد المراحل اللي كنقول لكم، كونوا اكيدين انها غادي تنجح معاكم 100%. ماشي غير 100%، مليون في المية، حيت هذه الطريقة ديالي المعتمدة، واي واحد كنعطيه الطريقة ديالي فكتجيه ناجحة 100%. غادي نحاول نطلع الخليط ديالي كما كتشوفوا، لا بهذا الطراب هذا. الا ما كانش نديرو الخلاط الكهربائي، الا ما كانش نديرو غير يدينا، نحاولوا ما امكن اننا نطلعوا هذاك الخليط ديالنا كما كتشوفوا حتى يولي اللون ديالو ابيض ويبان لينا الحجم ديالو بدا كيتضاعف بهذه الطريقه هذه. وبنتي فردوس يعني بحال العاده دائما خاصها تصايب معايا الكيكه. دائما كيما تسمع ان الخلا يعني الطراب تيخدم، ضروري نقول لك خليني انا نصايب معاك الكيكه. غادي نضيف واحد الكاس لاروب ديال الزيت كما كتشوفوا، نحاول نقص درجه الخدمه يعني لاخر درجه، ونخلي يعني الطراب يدور غير بشويه كما كتشوفوا. غادي نضيف كاس ديال الحليب اللي يكون بدرجه المطبخ، يعني الحراره ديالو تكون بدرجه المطبخ. وحتى البيض، هادو من بين الاسرار يعني البسيطه ديال الكيك، ولكن راه الدور ديالها مهم بزاف. غادي نحيد الطراب وغادي نستعمل دابا غير الخلاط اليدوي. انا هاد الفيديو هذا ما بغيتش ندير له كاع المونتاج من الاول حتى الاخر، غير باش يعني الاخوات المبتدئات ينجح معاهم الكيك مليون في المية. عندي الدقيق اللي انا اصلا مغربلاه، وغادي نعاود نغربلو مره اخرى. عندي 2 كيسان عامرين اللي عابره في هذيك جبانيه. غادي نضيف يعني بهذا الشكل هذا شويه بشويه. غادي نضيف 2 ديال الخمارات حمرين، يعني انا ما كنستعملش 3 وما كنستعملش 4، كنستعمل غير 2. وكيجي الحجم مرتفع، كيجي طالع مزيان كما شفتوا في البدايه، كيجي زوين بزاف بزاف بزاف. غادي نحاول نغربلهم مزيان. هذه مرحله مهمه بزاف بالنسبه ليا باش كيجي الكيك مهوي مزيان بهذه الطريقه هذه. نحاول نغربلوه، يعني الكيك ديالي انا ضروري ما نغربل الخماره والدقيق. وكما كتشوفوا الطريقه كيفاش كنخدم، يعني كنطلع من التحت الفوق، من التحت الفوق بهذا الشكل هذا. وغير بشويه نحاولوا يعني ما نطيحوش البيض ديالنا حتى يبان لينا الخليط انسجم، ونحاولوا نخدموا في جهه وحده في اتجاه واحد بهذه الطريقه هذه. شوفوا كيفاش كنخلط، يعني بطريقه سهله كيجي الخليط ديالنا رائع جدا، كيجي يعني مهوي مزيان وكيجي مخدوم مزيان. ما كنخلوش فيه هذوك الحبيبات ديال الدقيق او لا يجينا مدقس من الداخل، لا كيجينا زوين بزاف. غادي نزيد هذاك البقيه ديال الدقيق اللي كانت باقا عندي في اسبانيا، وغادي نحاول نخلطها مزيان كما كتشوفوا. هذه الطريقه ديالي كنحاول حتى كندخل الدقيق مزيان من التحت الفوق، من التحت الفوق عاد كنبدا يعني كنحرك لاتجاه واحد. تشوفوا كما كتشوفوا كتجي يعني واحد الخليط اللي كيجي رائع. شوفوا كيفاش كيبان لينا، يعني كيجينا خيط واحد هكا، كتعرف بان الكيك ديالك ناجح مليون في المية. بطريقة سهلة وبسيطة كما قلت لكم، ولكن راه النتيجة كتجي رائعة جدا. بالنسبة لي انا غادي يعني نحتاج غادي ندير نص بيض ونص كحل. نتوما تقدروا تستعملوها غير بيضة هكا، تقدروا ديروها في المولكة عادية
كتجي واعره بزاف، كتجي رائعه. بغيتو تستعملوه يعني بشكلاط تكون كامله كحله، فتقدروا تزيدوا فيها هاد زوج ديال الساشي ديال الكاكاو اللي انا استعملت في النص ديال الخليط. تقدروا تضيفوا نتوما في الخليط كامل، حتى هي كتجي واعره بزاف بزاف. يعني هادو الطريقه وحده، ولكن انا كل مره وكيفاش كنديرها. مره كنديرها غير بيضه، مره كنديرها كحله كلها، مره كنديرها هكا كما قلت لكم. يعني جهه كحله وجهه بيضه بهذا الشكل هذا. حيت راكم كتعرفوا الوليدات الا ما لعبتيش ليهم على الالوان وعلى داكشي ما غاديش ياكلوا، فكنحاول ندير ليهم داكشي اللي كيبغيو باش هكا كيقدروا ياكلوا مزيان. بهذه الطريقه كنحاول نخلط حتى كينسجم الخليط. غادي نزيد واحد المعلقه كبيره ديال الماء اللي يكون دافي بهذا الشكل هذا. هذا هو يعني ملي كيبان ليا انا الخليط ديالي انه ولا ثقيل شويه، فكنضيف واحد شويه ديال الماء اللي يكون دافي. يعني ما نخافوش منه انه غادي يخسر لنا الكيك، ولا بالعكس كيجيب الكيك زوين، كيجيبو خفيف وكيجيبو مهوي مزيان. شوفوا بهذه الطريقه هذه يكون الخليط ديالنا. وغادي نجيبو المول اللي غادي نستعملو فيه هاد الكيك هذا. انا احتاجيت هاد المول هذا اللي داير او منقش. تقدروا تستعملوا اي مول بغيتو، حتى هذاك اللي كيكون يعني مسرح غير بحال لاطا دايره، هذاك حتى هو كيجيب الكيك زوينه. غادي نبداو نديرو طبقات، يعني طبقه بيضه طبقه كحله، طبقه بيضه طبقه كحله. وبهذه الطريقه هذه نمشيو غير بشويه، وبلا ما يعني بلا ما نركزوا نقولوا لا علاش ما جاناش تجي مقاده ولا. يعني كيف ما درتو ليها غير بشويه، يعني ماشي بالضروره يعني تكون الكميه قد اولا. فمن بعد ما كطيب راه يعني كلها كتشكل غير بوحدها، كتولي يعني الطريف اللي كتاكلي فيه البيض وفيه الكحل. بهذا الشكل هذا نحاولوا نمشيو شويه بشويه بهذه الطريقه هذه وبكل سهوله. في هذه الوقيته هذه راني درت الفران ديالي باش يسخن، وغادي نخليه حتى يسخن مزيان. عاد ديك الساعه نحط فيه الكيك ديالي ونقص عليها البوطه. وما ننساش نعاود نفكركم تشتركوا في القناه، واذا وصلتوا حتى لهنا فخليوا لي تعليق وبارطاجيو الفيديو عندكم في الفيسبوك، في الواتساب، في الانستغرام، غير في الزنقه. الا كنتو غير غاديين وشتو شي حد يعني قدروا تقولوا له راه كاينه واحد السيده اللي كدير محتوى لي مزيان. انا المحتوى ديالي ما في شي حاجه اللي يعني كتقيس لا البيت المغربي لا حتى شي حاجه. الحمد لله القناة محترمة بشهادة الجميع. فهادشي اللي كاين، يعني تقدروا تعاونوني غير بالبارتاج. هذه هي الطريقة اللي كيساعدوني بها مجموعة ديال الأخوات والإخوان. فالله يجازيهم بخير، وشكرا لهم بزاف بزاف من هذا المنبر هذا. كما كتشوفوا يعني الكيك ديالي راه كيجي يعني واعر بزاف بزاف، وحتى الشكل ديالو كيجي رائع جدا. يعني مورا ما يعني كيسخن ليا الفران مزيان وكنسالي الكيك ديالي حتى هي، يعني باش كنحطها في المول كنحطها في واحد المقله ثقيله ديال المسمن وكنديرها في الفران الغازي. يعني الا كان عندكم الفران الغازي، ما كانش غتستعملوها في يعني في الفران الكهربائي اللي يكون مسخن. ونطيبوها على 180 درجه، نشعلوا ليها من التحت تتبان لينا يعني طابت من التحت، وعاد ديك الساعه نشعلوا ليها من الفوق. شوفوا كيفاش كتجي، راه كتجي واعره، كتجي منفوخه. انا راه مازال سخونه عندي البنات، يعني مازال ما برداتش مزيان، ولكن غادي نقلبها حيت كان ديك الساعه فات الوقت تقريبا قرب الاذان، وخاصني ضروري انا وليداتي تيبغيوها ليا مع الفطور. غادي نحاول هكا نضرب بالمعلقه باش طيح ليا مزيان، حيت راه مازال شاده في راسها، مازال ما يعني ما طاحتش بوحدها من المول. بهذه الطريقه هذه نحاول نضربها مزيان حتى تبان ليا صافي طاحت. راه كما كتشوفوا راها مازال سخونه، ولكن راه ما نقولش لكم كيفاش يعني كتجي. كيجي الارتفاع ديالها يعني كتجي عاليه بزاف. يعني ولو ان الفيديو الصراحه كتصوير تينقص ليها من الشوفه ديالها، ولكن الا شفتوها في الصراحه كتجي رائعه جدا، كتجي زوينه بزاف. كما كتشوفوا الطبقات كيفاش كيجيو واعرين بزاف بزاف. فكنصحكم انكم تجربوها وانكم تعتمدوا هذا الكيك هذا. كما كتشوفوا راه بطريقه
بسيطة، ولكن كونوا أكيدين أن النتيجة واعرة، نتيجة هائلة، كتجي كتهبل، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين بزاف. بالنسبة للتزيين، فالتزيين كيبقى اختياري. انا احتاجيت واحد المعلقة ديال العسل، درت معاه واحد المعلقة صغيرة ديال الزبدة، حاولت ندوبهم وغادي ندهن بهم الفوق. كيعجبني انا هكا ندهن بهم الكيك ديالي، كتعطي واحد النسمة زوينة خاصة مع الشكلاط. فكتعجبني بزاف البنة ديال العسل مع الزبدة البلدية، كتعجبني بزاف، هو اللي كندهن به. ونحاول نزين بشوية ديال الكوك. يعني التزيين كيبقى اختياري، بغيتو تزينو به غادي تزينو، ما بغيتوش تخليوها غير هكاك هي اصلا مزينة راسها. غادي نحاول يعني نفتحها معكم، راها مازال سخونة، يعني هي قد ما بردات قد ما كتشد في راسها، قد ما كتعطيكم واحد النتيجة اللي زوينة بزاف بزاف. فكما غادي نشوفوا كتجي يعني مهوية من الداخل، كتجي خفيفة، كتجي خفيفة بزاف، كتجي رائعة، وكتجي الحجم ديالها كيجي مرتفع بزاف. فكنتمنى انكم يعني يعجبكم الفيديو، تشتركوا في القناة، وكنتمنى تجربوها وتردوا عليا وبالصحة والراحة.